كيف حالك دكتور أسامة؟ أهلا بك. كذلك أريد أن أحيي الكلب الأجرب الجالس بجوارك. أنت الكلب الأجرب يا ابن اللعين، أنا المسلم، أنا الطاهر، وأنت النجس ابن النجس من ظهر نجس، واعلم قدرك يا حثالة. ولو كنت عندك لأتيت بك وببلدك جميعا ممن يساندونك وجعلتهم تحت هذا الحذاء الطاهر أيها النجس. لنا العزة، عليكم الذلة إلى أن تقوم الساعة. من السعودية تفضلي أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضلي. نعم الشيخ كمال. نعم تفضلوا. تفضلي نسمعك. والله حساف ان اسمك كمال، انت المفروض. طيب شكرا. لا هو هذا الاسلوب. من انت حتى تسب الشيخ؟ لا خلي تتكلم. لا رجاء دكتور. لا دكتور رجاء خلي تتكلم ما تريد. طيب. تكلمي اختي تكلم. الله قبحك الله يا حيوان يا حقير. خلي تتكلم. واقعا اتركوها حتى يتضح بانه المستوى الذي ربي عليه هؤلاء. نعم. والله يعلم انا بيني وبين الله اعذر هذه الاخت، واقعا اعذرها. أنا يقين عندي بأنها أيضا طالبة للحقيقة. نعم. ولكن ملئت حقدا على أهل البيت. ولا أنا ماذا قلت هنا يا أخي؟ أنا ما قلت إلا ما قاله الله ورسوله في علي عليه أفضل الصلاة. أليس علي عندكم الخليفة الرابع؟ أليس يجب عليكم مودته؟ لو كنت أقول كل هذا الكلام في معاوية بينكم وبين الله أيضا كنت تتكلمين بهذا الكلام. قالت أضاء الله وجهك أحسنتم وحشرك مع الصالحين مع الصحابة. لو كنت أدافع عن عثمان أيضا بل عن يزيد. لو كنت أدافع عن يزيد، لو كنت أدافع عن أبو بكر وعمر وإلى آخره، واقعا كنت تقولين هذا الكلام. ماذا يوجد في قلوبكم؟ لماذا عندما يذكر علي تشمئز قلوبكم؟ أنا واقعا أبقى أقول أعذرك أختي العزيزة، الله يهديك، الله يوفقك للخير، الله يبين لك الحقيقة إن شاء الله تعالى. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون إن شاء الله.